اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب فايف. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد معانا كل يوم حد وخميس الساعة 9. الافلام الرومانسية دايما بتحجز مكانة خاصة جدا عند عشاق السينما في كل العالم، لانها دايما بتصلح الحالة النفسية، ده غير انها بتكون جرعة امل وحب جديدة عند المشاهد. وطبعا الافلام الرومانسيه هي اكتر انواع الافلام اللي بتلمس قلب المشاهد، لانها دايما بتكون افلام هاديه جدا حتى للاعصاب والمشاعر. عشان كده احنا النهارده جبنا لكم افضل 5 افلام رومانسيه ونوعنا فيهم ما بين الدراما والكوميدي والاثاره. افلام حلوه جدا، او كل فيلم فيها مختلف عن التاني. حلقه حلوه قوي قوي، ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. في المركز الخامس معنا واحد من اجمل الافلام اللي عملتها جونيفر لوبيز، والفيلم اللي من انتاج 2022 فيلم ماري مي. المميز جدا في الفيلم ده الصراحة هو الابطال الكتير اللي فيه، زي اوين ويلسون والمغني مالوما وجون برادلي وسارة سيلفرمان. وبيحكي الفيلم بقى عن كات فالديز، ودي مغنية مشهورة جدا وناجحة جدا، بس عندها غرور الشهرة عالي قوي الصراحة. وخطيبها مغني الروك باستيان، المغني اللاتيني المشهور جدا بسبب غناه وبسبب كمان ان هو وسيم ورومانسي جدا. هما الاتنين كانوا بيخططوا للجواز في حفلة كبيرة جدا قدام كل الجمهور في نيويورك. وفي يوم الفرح على المسرح تكتشف كات ان هو بيخونها، ومع مين؟ مع المساعدة بتاعتها كمان. وده طبعا اللي خلاها تكون متضايقة جدا جدا، وعشان كده قررت قرار غريب جدا ورهيب جدا. قررت انها تفركش كل حاجة على المسرح، وقررت انها على الهوا انها تختار واحد من اللي كانوا في الحفلة، وهو مدرس الرياضيات تشارلي، وتعرض عليه الجواز قدام كل الناس. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل وايه اللي هيحصل لهم هما الاتنين؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الممتع جدا ده. Are you afraid she'll fall back in love with Bastion and dump you? I'd be afraid of that too. We don't need to pretend. I don't fit. في المركز الرابع معنا واحد من اجمل الافلام اللي نزلت في 2023، هو فيلم لاف ات فيرست سايت. هو الفيلم اللي بيحكي عن هادلي سليفان، البنت اللي عندها 20 سنة، واللي بسبب الزحمة الرهيبة في مطار جون كينيدي بتفوتها الطيارة اللي كانت مسافرة عليها لندن عشان تحضر فرح باباها، عشان بعد كده ما تلاقيش غير تذكرة واحدة في الفيرست كلاس على الطيارة اللي بعدها، فبتضطر انها تستنى في المطار وتحجزها عشان تلحق الفرح بأي شكل. وكعادة هادلي دايما بتنسى تشحن تليفونها، ودايما كمان تنسى الشاحن، وده اللي خلاها تقابل صدفة في المطار أوليفر جونز البريطاني اللي عنده 22 سنة، اللي لما ساعدها عشان تشحن موبايلها انسجموا جدا في الكلام مع بعض، لحد ما جه ميعاد طيارة كل واحد فيهم عشان يفترقوا وتجمعهم تاني صدفة غريبة جدا جدا على الطيارة. يا ترى بقى ايه قصتهم وايه اللي هيحصل معاهم؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. How's your flight? Surprising. I lost his number, but I need to find this guy that I met on the plane. Sounds really stupid. Sounds brave. With miles and miles between them, there is only a 0.2% chance that they will ever see each other again. But what good is a chance if you don't take it? Are we going to talk about her? She could be anywhere, but I can't stop thinking about her. You won't find her just sitting here. Is everything all right? I have to go. I didn't see this coming. Love is a lot of work. It makes no sense. It's not supposed to. Is it better to have had a good thing and lost it, or never to have had it? في المركز الثالث معنا فيلم حلو جدا جدا من إنتاج 2022، هو فيلم ريديمينج لاف. الفيلم اللي بتدور أحداثه سنة 1850. الصراحة قصة الفيلم ده حلوة جدا، وبيحكي الفيلم عن أنجيل، ودي بنت مرت بظروف صعبة جدا طول عمرها، لحد ما خلتها الظروف دي في الوقت الحالي اللي احنا فيه هي أشهر فتاة ليل في المدينة. ازاي ده حصل وإيه الأسباب؟ كل ده بتفضل طول الفيلم تحكي عنه. بس بقى على عكس كده خالص بنتعرف على واحد تاني وشخصية جديدة معانا في الفيلم، وهو مايكل، الشخص المتدين جدا اللي أغلب الوقت بيصلي فيه وبيدعي إن هو يلاقي الزوجة المناسبة ليه، اللي دايما بيقول إنها أول لما هتيجي الزوجة دي أو هيشوفها أكيد في علامات هتحصل، العلامات دي تقوله هي دي.
بس للأسف بقى العلامات دي كلها لقاها في أنجيل، اللي من أول لما شافها صدفة في الشارع قال أكيد هي دي. إزاي بقى ده يحصل وإيه اللي هيحصل ما بينهم؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الحلو جدا ده. I've got too many demons. I don't know how to love. You cannot choose the life you have, but you can choose the life you want. Did you think I couldn't find you? Stop thinking that I'm gonna be something that I'm not. It's home. Your choice. في المركز الثاني معنا واحد من أجمل الأفلام اللي نزلت في 2018 ومن أجمل الأفلام الرومانسية اللي ممكن تتفرج عليها، هو فيلم A Star is Born بطولة ليدي جاجا وبرادلي كوبر. وبيحكي الفيلم عن ألي، ودي مغنية موهوبة بس مش مشهورة زي جاكسون مايل نجم موسيقى الكانتري اللي خلاص بقى بحكم السن بقى خلاص محسوب على الجيل القديم. وبرغم شهرته الكبيرة جدا إلا إنه بقى خلاص بيعمل حفلات صغيرة في مدن صغيرة. واللي قابل ألي بالصدفة وهو سهران في يوم، وبعد لما تعرفوا على بعض وقع كل واحد في حب التاني. وده اللي خلى جاكسون من حبه الكبير جدا في ألي قرر ان هو يساعدها عشان تبدأ حياتها الفنية، ويساعدها عشان توصل انها تكون نجمة مشهورة جدا. بس يا ترى بقى الدنيا هتمشي ازاي بعد الشهرة دي؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. Here's what we're gonna do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. Here we go. It's not funny. Look at me. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do. في المركز الأول معنا واحد من أجمل أفلام الدراما الرومانسية اللي ممكن تشوفها، هو الفيلم اللي من إنتاج 2019 ليتل ويمن. الفيلم اللي بتدور أحداثه سنة 1868 وبيحكي الفيلم عن عيلة مارش، العيلة اللي بتتكون من الأم مارمي وبناتها الأربعة اللي كل واحدة فيهم فنانة وموهوبة في مجال مختلف عن التاني. وده اللي خدوه من أمهم اللي بعد لما جوزها مارش راح عشان يشارك في الحرب الأهلية الأمريكية ومرجعش، قررت إنها تصرف على الأسرة دي من كتابة القصص ونشرها في الجرايد. وده اللي خلى الأم دي شخصية كل الناس بتحبها، وبتبقى هي أكبر قدوة لبناتها اللي كل واحدة فيهم عندها حلم نفسها تحققه. بس يا ترى بقى بسبب ظروفهم اللي بيعيشوها دي هيقدروا يتغلبوا عليها ويحققوا أحلامهم ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي لو ما شفتوش صدقني لازم تشوفه ومش هتندم أبدا، لأنه يستحق وبجدارة يكون هو المركز الأول معانا في حلقة النهاردة. Sell stories, and you should be an actress and you should have a life on the stage. Just because my dreams are different than yours doesn't mean they're unimportant. I have loved you ever since I've known you, Joe. I couldn't help it. It would be a disaster if we It married. wouldn't be a disaster. We'd be miserable. Joe, I'd be a perfect saint. I can't. A new play written by Miss Jo March. Women, they have minds and they have souls as well as just hearts. I want to be great or nothing. And they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. There are some natures too lofty to bend. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.